ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني كتير كتير كتير. ايه ده؟ انا فين؟ بصوا، اولا انا لابسه لبس خروج مش لبس بيت، لابسه لبس خروج. يا ترى انا فين؟ بصوا كده. خمنوا وقولوا انا فين. اوعى تقولي. مين معايا؟ تعالى. قولوا ازيكم. ازيكم. هتقولي له ما يعملوا ايه؟ هم لايك مش لا عاملين لايك مش لا بصي تعالى استنى. عسل. تعالوا بقى عندي نروح مع كده. بعض. جزمة ما تقولي جزمة. هروح انا وسارة نعمل حاجة في مركز اشعة ونيجي. انا بعمل الرقعة بتاعت مسك بص اهي عشان هسيبها. بص يا ماما، بص بتاعت الصدفية. مش عارف. قنبلة. قنبلة يعني اسمها بومبا. كل ده هما بيفكروا واحنا فين مكان دلوقتي. اللي متابعين بس هما اللي ممكن يخمنوا صح. احنا رايحين فين؟ حمل وتشريف. عامة يعني عامة ما بين كل علامة وعلامة 40 سنة. 40 سنة؟ هو تقريبا هنا اهو. يا رب بس تكون الإشاعة بأكتر من 50 جنيه. وهنا بقى صراحتي كانت خايفة كتير كتير، كانت عمالة تقولي يا دكتور ما تدوس. طب أنا مش هدوس بالجامد، كان عمال يطمنها ويقول لها ده ما تخافيش بالراحة. بس بصراحة الإشاعة هنا كانت اتعملت بسرعة جدا، وبسم الله ما شاء الله الدكتور كان حد متفاهم يعني ان ازاي الادراس بتوجعنا في الوقت ده. بس كده خلاص. ده بس. انا قلت ساعة ما جيت عملته كنت عمالة اقول ما شفتش حاجة حصلت يعني. ايوه والله كده خلاص. وهنا بقى حبينا نعمل فيها دكاترة. الإشاعة كانت طلعت واحنا قاعدين، وسارة طبعا مش عارفين عدلة الإشاعة بصراحة. قعدنا نبص ونشيلها في يمين وشمال، وفي الآخر أنا كنت حاسبها سنة واحدة طلعت 3 أسنان الجنب كله. وسارة قاعدة عايزة تشوف فين السوسة اللي المفروض إن هي واكلة الضرس بتاعها. حاولت أعملها فيها دكتورة ولا سندك 100 100 وهي مش مسوسة أصلا. هنا راحت للدكتور بتاع الإشاعة، قالت له يا دكتور لأ، ما أنا بقى بص أنا مش هتجنن بقى، أنا شايفة الأسنان في الإشعة سليمة، والدكتور بيقول إن هي مسوسة وكمان محتاجة عشو أصلا. وبصراحة الدكتور فهمها وهي عذاب الإشاعة. الإشاعة كبيرة. إشاعة كبيرة 3 دقايق وطلعنا. أما هنا طبعا أكيد هنكون رحنا المكتبة. رحنا نجيب ايه من المكتبة؟ رحنا نجيب حفاضات لمسك. هنا طبعا دي مكتبة كبيرة بسم الله ما شاء الله. حبينا نصور الاكسسوارز اللي فيها، وفيها كلها حاجات جميلة جدا، وكلها حاجات سعر جملة. عندهم كل حاجة كل شيء بسم الله ما شاء الله. المعاملة بتاعتهم كويسة جدا، وعلى طول احنا بنجيب منهم ونتعامل معاهم. ودي كانت جميع انواع الحفاضات، طبعا فيها حاجات مقاطعة فاحنا مكانش ينفع نجيب مقاطعة. وبعد ما خلصنا المكتبة طلعنا على ايه؟ على اكبر محل قماش. طبعا خلاص كل سنة وانتم طيبين، داخل علينا الشتا بقى، فقلنا كده ايه نعمل حاجات شتوية. بس سارة كانت بتنقي حاجات للخروج. اللي تحت ده يا جماعة مش لطيفة، جميل جدا. هنشوف كده لو لقينا الأسعار التفصيل زي الجاهز هنجيب جاهز، انما لو لقينا التفصيل ارخص اكيد انت عارفين هروح اجيب الارخص. هنا كنا بننقي الالوان. بتقولي ناخد اللون ده ولا اللون ده؟ قلت لها لا خليكي في النبيتي تحت جميل، شكله حلو، والالوان بصراحه كانت تحفه. وهنا بقى انا بظبط البنطلونات بتاع جوزي. كل ده طبعا انتوا مش عارفين انا عندي مين. فكروا واكتبوا في الكومنتات. اللي بيعرف يخيط
اكتب لي كومنت. ماما تعالي تغير. ماما بتعرف. ولو وصلتوا لحد هنا اتمنى تحطوا لايك وكومنت حلو يشجعني، وطبعا اهم من كل دوت تصلوا على المصطفى الغالي عليه افضل الصلاة والسلام. وتعالوا بقى قولوا لي مين زيي بيعرف يخيط كويس وبيعرف يظبط كل حاجة على مكان الخياطة. طبعا الحمد لله رب العالمين، اي حاجة على المكنة بعملها انا، بس خمنوا وقولوا لي المكنة دي بتاع مين وانا هنا عند مين. طبعا انتوا زي ما انتوا شايفين هدير مش سايباني، اي حد بقى عنده اي حاجه كده يظبطها انا باخد اظبطها. ما علينا، لو وصلتوا لحد هنا زي ما قلت لكم صلوا على النبي الغالي وزيدوا النبي صلاة في الكومنتات. ولو لسه ما اشتركتوش اتمنى تشتركوا في القناه، ولو في اي فيديوهات جديده عايزينها قولوا عليها، ما عدا فيديوهات الذبح لان مش هنزل فيديوهات ذبح تاني، وده الاسباب يعني احتفظ بها لنفسي. طبعا بقى هنا يا جماعه كنت مندمجه جدا جدا في الخياطه، لان كان اديلي فتره كبيره ما قعدتش على المكنه وما كنتش عارفه اركز مع الفيديو قد ما انا مركزه مع المكنه. بصراحه خفت لحسن الابره تقطع ايديا. المهم طبعا بعتذر لكم عن ان انا باخر قوي عبال ما بنزل فيديوهات، بس عشان نونا الجديده بقى لسه مش مظبطه الوقت معايا، مع كمان الشغل وكده الدنيا كانت قافله معايا شويه. بس الحمد لله رب العالمين بحاول والله على قد ما اقدر. واللي منكم عنده اي افكار لتنظيم الوقت بقى ما بين النونة وما بين الشغل وما بين الاكل وما بين الاطفال، بصوا كل ده بياخد من الوقت وبياخد من المجهود، فعشان كده بجد بعتذر لكم ان انا باخر عليكم الفيديوهات. لو وصلت لحد هنا اتمنى تحطي لايك. يا سعد لو وصلت لحد هنا فين اللايك فين الكومنت وفين الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يلا صلوا على النبي الغالي. وتعالوا نروح نشوف الهدوم هتيجي على صاحبها ولا لا. لو وصلت لحد هنا لايك كومنت والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. وديكم بقى وانا مروحة. واشتراك يا ماما. اشتراك؟ هدي بتقولكم لو لسه مشتركتوش في القناة اشتركوا.